بعد حملات العربية في العالم العربي كله على الجزائريين وحالة السخرية المتزايدة وحالة الحصار اللي كان مش موجود قبل كده ليهم، بدأوا دلوقتي القراقير يزيدوا في نهج هو موجود من زمان، من يمكن 2010 2011 على السوشيال ميديا، في انهم يشبكوا المغاربة في التوانسة والليبيين في التوانسة والليبيين في المغاربة وهكذا. فبدأوا دلوقتي يزيدوا في هذا النشاط علشان نفس المنهج او نفس الفكرة بتاعت كلنا كده مش لوحدنا. يعني ما تفكروش ان احنا بس اللي حماق او ان احنا بس اللي عدوانيين او احنا بس اللي بنكره العرب، لا، ده كلنا كده، وده كلام غير صحيح. وقالوا لي ناس في تونس وقالوا لي ناس في ليبيا وقالوا لي ناس في المغرب، اتكلم رجاء عن مسألة دي بيشبكونا في بعض. صفحات كثيرة جدا من صفحات شنقريحة وذبابه اللي شغالة من القشلة، شغالة بقالها فترة على انها تشبك التوانسة تحديدا في المغاربة عشان ما نبقاش احنا لوحدنا. وخدوا بالكم من دي في الوقت اللي احب ااكد فيه للمغاربة وللتوانسة وللليبيين ان مفيش بيناتكم الا الخير، وان شهادة حق ليا انا بسمع في المغرب هنا كل خير على التوانسة، وبسمع من التوانسة كل خير على المغاربة، ومفيش غير كل خير. المشكلة الوحيدة في شمال افريقيا بل في قارة افريقيا بل في العالم كله هي القرقارة اللي جنبنا دي بس، والذباب شنقريحة. انما المغربي والله ما سألت مغربي عمري او جه النقاش على تونس الا لما قال في حقهم خير، حتى في بلادهم لما راحوا قالوا الخير. اسمع واستنى احكي لك الحكاية واوريك بيعملوا ايه. يعني واحد مسكين ولا حاجه اللي يطلب ما لقيتوش، الناس كلها دايرين المكياجات دايرين هذه، ورينا اخويا الازمه فينا لا اله الا بالله بنتك قولها لي نمشي لها الله يعطيك. اخويا انا كانت عندكم انتم الازمه الله يعطيهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بخير لا بس عليكم. زي ما قلت لك كده، التوانسه والمغاربه شعب طيب مثقف راقي مؤدب، قول فيهم اللي انت عايز تقوله، لانهم ولاد حضاره وولاد اصل. فمش هتلاقي عندهم هذه الفكرة العبثية اللي بيحاولوا دائما دول بكاريكاتير هم نفسهم عاملينه اهو، او كوميكس هم عاملينه اهو عشان يقولوا فيه ان احنا شغلنا نكلم بتوع تونس، نقول المراركة بيقولوا عليكم وبيقولوا، ويكلموا المراركة رد تشوف التوانسة بيقولوا ويقولوا. ليه؟ لانه عايز يقول للعرب دائما ان مش احنا بس، ده احنا كلنا كده، مش الجزائري فقط. والنهج ده زاد مؤخرا، لكن قبل كده قبل سنتين فاتوا كانوا هم دائما يدخلوا بكونتات فيك، وده نهج موجود، بكونتات وهمية يعملوا فيها نفسهم توانسة ومغاربة. ده أكتر لأن اللهجة قريبة فيعرف يوجدها، يعرف يجيد. زي أنا لما أعرف أجيد اللهجة السودانية واللهجة السورية واللهجة الخليجية بحكم القرب الجغرافي وبحكم علاقتنا والتشابه الى حد كبير بيناتنا. فاعرف اجيد، يعني انا ممكن ادخل على شات اعمل سوداني تماما او سوري تماما او خليجي تماما في الشات او في كومنت، اقدر اتقن اللهجه في الكومنت بشكل كبير للجماعه اللي جنبنا، اخواننا اللي جنبنا. كذلك الجزائري يقدر يجيد المغربيه والتونسيه، فيعملوا كونتات من دي، ودي شغاله من زمان، سواء كان قشلات او معسكرات شنقريحه بتاع الذباب الالكتروني المعروفه والمعلومه للجميع واللي بتديرها مخابرات عامله، او مخيمات العجاج اللي موجوده في تندوف، مخيمات الخونه. بس كده. فادخل اقوم ده عشان ما ابقاش لوحدي، وعشان ما يبقاش التوانسه والمغاربه والليبيين والمصريين والكل متحد واحنا بس اللي عرفوا ان احنا حاشاكم زبل الشعوب وزبل الامم. لا، شبك ونقعد نتفرج. عملوها كتير بالمناسبه، وكل المغالطات التي تروج في المشرق عن المغرب بشكل كبير جدا وعن تونس بشكل اقل هم سببها. وكل اظن اكتشفته في السنتين الاخيره دي، وخاصه السنه الاخيره دي، ان كلامي صح. لان انا عرفت الكلام ده مش عشان انا شواف وحاطط عمه خضراء، لا خالص، عشان انا دخلت المعمعه وجولي وبشوف على الرسائل، وكنت طرف في ده، بيبعتوا لي المغالطات دي، وكنت شفت ده عن قرب.
فالنهارده بقيت عارفه بالتجربه، شفت بعيني، محدش قال لي. ومن راى ليس كمن سمع. فبقيت احذر من ده، لانه نهج ما ينفعش ابقى عارفه وانا صحفي ودي شغلتي واسكت واقول مش شغلي. لا، رد البال. الاخوه التوانسه واشهد على ذلك ما بيقولوا الا الخير. وما سمعت من تونس حتى ايام ما كنت انا في ليبيا وكان معايا توانسه في وكاله الانباء الليبيه 2006 2007، ما سمعت والله من التوانسه الا كل خير على المغاربه. ويقول لك اقرب الشعوب لينا والاكثر الشعوب شبها لينا واكثر الشعوب نحبها. وادي اهو مغربي نشرته لك اهو في تونس، ده على فكره اللي بسمعه في المغرب هنا برضه. لكن هذا السيد اللي انتوا شفتوه ده لما تسمع كلامه تلقى فيه دلاله مهمه جدا، انه سامع برضه من القنوات المغرضه ومن الصفحات المغرضه ان تونس مساكين جوعه واحنا اللي بناكلهم ونقطع عليهم الغاز. الكلام اللي بيروجوه هم في صفحاتهم، هم شغلتهم كده على فكره. دول اكثر من الصهاينه بكتير. هو عمال يتكلم ويقول لك صهاينه صهاينه صهاينه، اقسم بالله هم اكثر صهيونيه من الصهاينه نفسهم. هم اللي بيروجوا الاخبار دي. ولذلك السيد لما راح هناك قال لهم عندكم ازمه، انا ما شفتش ازمه، ولو اللي انتوا فيه ده ازمه اللهم يعطينا هذه الازمه. فلذلك هم كده مثلا يعني اليومين دول بيدوا المصريين ايه، بيروجوا للمصريين ايه. فيديو للشيخ الفزازي كان، وهم الجزائريين بعتوه لي في الرسائل وبعتوا لي في تعليقات وارد على هذا ومش عارف ايه. كان 2014 او 2000 بعد فض رابعه. الشيخ كان الشيخ الفزازي كان في لقاء تلفزيوني وفي الجزيره اظن، وكان معاه فاطمه نعوت كاتبه مصريه وده، فبيتكلم عن التحرش الجنسي في رابعه وفي الكلام ده في المظاهرات يعني. فردت عليه فاطمه نعوت ساعتها، لان ثقافه الشيخ الفزازي الكلمتين اللي قالهم دول تلقاهم من قناه الجزيره، مفيش كلام. وصفحات اللي زي دي اللي بتاعت صهاينه الصهاينه اللي جنبنا دول، فهو ثقافته من دي. فقال لك هو في معرض كلامه والتحرش في مصر وما اعرفش ايه والتحرش برابعه وبتاع، لانه كانوا منحازين للاخوان والكلام ده. فردت هي عليه ساعتها قالت له ما تقولش الكلام ده، ده كلام مش موجود، ده كذب. وعلى فكره ده كلام كذب كانت بتروجه قناه الجزيره من 2011 وثبت كذبها. كنت في الزاك مؤخرا، وكنت في الزاك انا ووليد الكبير والاستاذ يونس مجاهد اللي هو دلوقتي رئيس المجلس الوطني للصحافه في المغرب هنا، كان وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين. وراحت لهم شكوى اللي هي الكلام اللي بتروجه الجزيره ده بان هناك تحرش وما اعرفش ايه والكلام ده. فراح خد فريق من الاتحاد الدولي للصحفيين، لان كان من ضمن المتحرش بيهم اللي بيقولوا انهم تحرشوا بيهم صحفيين. فراح خد فريق وراحوا في وسط الثوره وعملوا تحقيق ميداني، لقوا هذا الكلام كذب وقالوه لي لما كنت في الزاك ما فيش من شهرين. وحاضر على هذا الكلام وليد الكبير. انا ما بقولكش قالت لي مصادر، بقول لك اسماء اهي، ناس عايشه ربنا يديها الصحه ويطول عمرها. الاستاذ يونس مجاهد اللي كان انذاك رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وهو الان رئيس المجلس الوطني للصحافه هنا في المغرب، ده اللي قالها لي بفمه. وهو كان رئيس اللجنه اللي راحت حققت في مصر وكتب التقرير موجود دلوقتي في الاتحاد الدولي للصحفيين بان كل ما اشيع وكل ما اذيع كذب في كذب، والكلام ده مش